هو الدعايه بتتعمل على السوشيال ميديا، لكن لما احنا نيجي نتكلم على ان احنا نجيب طفل يبقى از اكسبيرينس بالنسبه له، فده في حاجه في صالح الطفل نفسه. الطفل نفسه هو اللي هيكون مبسوط، باباه ومامته هيكونوا فخورين بيه، في وسط اصحابه هيحس ان هو عنده سيلف كونفيدنس وهو واثق من نفسه. فدي احنا بنكيب للطفل ميموري في حياته كلها. كم طفل كل يوم بيطلع على التلفزيون؟ عدد اطفال قليل جدا. فعدد الاطفال القليلين دول اكيد بيكون فيهم اطفال عندهم سكيل معينه او حاجه بتميزه. فاحنا هدفنا ان احنا نخرج الطلاب المميزين، الطلاب اللي هم موهوبين بالفعل، بنبدا ان احنا نخرجهم. الاطفال عندنا اللي في البروفيشنال ليفلز وفي البروفيشنال تراكس عاملين فعلا مشاريع وعاملين جيمز، عاملين بروجكتس مختلفه، في منهم اللي بيساعد باباه في البيزنس بتاعه. هل الطالب ده ما يستحقش ان هو يطلع على الميديا؟ هل الطالب ده ما يستحقش ان هو يكون رول موديل بالنسبه للطلاب اللي حواليه، يكون قدوه، يكون نموذج بالنسبه للطلاب التانيين؟ ما يستحقش ان احنا نشجعه بحاجه بسيطه زي دي؟ فالكونسبت من ان احنا نخلي اولادنا يطلعوا على البرنامج ده بالتحديد ان احنا نخلي الطلاب يحسوا بنتيجه مجهودهم، يحسوا بنتيجه اللي هم عملوه. الطفل لو عنده اكسبيرينس حلوه وحب الحاجه هيقتنع بيها، لو اقتنع بيها يبدا ان هو يكون مبدع فيها. فاغلب الطلاب اللي احنا بنعمل لهم انفولفنج في كوميونتي يكون مهتم بالبرمجه، رياده الاعمال، البيزنس، استخدام الميديا بشكل سليم، دول بيكونوا مختلفين جدا في المستقبل.